رضا سيتيسيز يرد على هجوم ريفكا عليه. كل الكلام اللي قاله ريفكا في برنامج على قناة الحياة على مسلسل المهاجر وعلى رضا سيتيسيز يخرج عن صمته ويرد عليه بكلمات جد ثقيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ودعمونا بزر لايك. رضا سيتيسيز معلقا على أحد منشورات ريفكا اكتب ربي يرحمك يا يما ويرحم كامل موتانا، كي خدمتها من قلبي، وكي كنت نكوتشي فيك على بالي واش كنت ندير. المهم خرجت منك اللي ما قدر حتى واحد يخرجوا منك، وما زال راح نهبلهم في الحلقات الأخيرة. هادو الكلمات اللي كتبهم المنتج الجزائري رضا سيتيسيز تشجيعا له للمؤثر الجزائري ريفكا اللي مثل معاه في مسلسل المهاجر وعطاه دور نسيم وهو من الأدوار الرئيسية والبطولة. الشيء اللي راح قصده رضا سيتيسيز في هذا الكتابة هو انه اول شيء ترحم على يماه، ربي يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين في هذا رمضان. وقال انه هو لما كان يخدم امه خدمها من قلبه، يعني هذا الشيء اللي هو وجه من خلاله رسالة العقوق الوالدين اللي دارها ريفكا في دور نسيم في مسلسل المهاجر. وقالوا كي كنت نكوتشي فيك كان على بالي واش كنت ندير. يعني هو لما يجي رضا سيتيسيز قصده انه كل الادوار اللي يبدها في مسلسلاته ويا المسلسلات اللي يديرها ولا السيناريوهات اللي يتبناها وينتجها دائما لازم تحمل رسالة يعني مؤثرة ورسالة تفيد المجتمع. كما شفنا مسلسل المهاجر عالج عدة قضايا، المرأة اللي ما تجيبش الأولاد، المرأة المطلقة، الدراري والعديد من القضايا. يعني صراحة من المسلسلات الرائعة اللي أنتجتها التلفزيون الجزائري، يعني من المسلسلات الجميلة في الدراما الجزائرية. فهذو هما كلمات رضا سيتيسيز اللي شجع بهم ريفكا، فان شاء الله نتمنى لهم كل نجاح وتوفيق لنشوفوهم في اعمال اكثر واكثر ان شاء الله مع الوقت. وان شاء الله يجي وقت ونشوفوا الانتاج الجزائري مش فقط في رمضان ويكون على طول العام. واكيد نتمنى كل نجاح والتوفيق لريفكا كممثل، ونتمنى ايضا كل نجاح والتوفيق لرضا سيتيسيز كمنتج، وديما تكون اعماله ومسلسلاته ناجحه وتكون بنفس المستوى. هذه الخطره شفنا المهاجر، ممكن العام الجاي يجيب لنا مسلسل بسيناريو جديد وبمعاني جديده. ويدرى العام الجاي راح يكون معه ريفكا في التمثيل ولا مش راح يكون معه ريفكا في التمثيل. انتم اكتبوا لنا في التعليقات كيفاش جاكم مسلسل المهاجر وكيفاش جاكم تمثيل ريفكا، وهل اسكو رضا سيتيسيز عنده الحق ولا لا. واشتركوا في القناه والى اللقاء.